مع أحمد، مع أنه بدأ مع أبي حيان توحيدي، يعني كانت الانطلاقة الأولى لواحد من أعمدة التراث في الكتابة الأدبية، الإمتاع والمؤانسة. أكيد. كان واحد من كتب ليفر دو شوفي تاع أركون. لا يعترف بأي مرجع بصورة تفضل واضحة أكثر من اعترافه بأبي حيان توحيدي. تماما. يعني يقول مرة يصفه أبي وأخي ويعني خليلي وأستاذي وأنا مستعد لأن أدفن معه وأقتل معه وكذا وكذا. فمن هذا الجانب أعتقد بأن عدم اهتمامه بكتابة السيرة الذاتية، أعتقد بأن المسألة تتعلق بالاستراتيجية أو الهم. يعني لم يكن الهم المسيطر على أركون هو ذاته. صحيح. كان مهموما بأشياء أخرى، وكان يسابق الزمن، يعني لأنه يحفر في كل الاتجاهات كما يصفه مترجمه هاشم صالح. يعني حينما تقول دكتور فارح، حينما تقول يحفر في كل الاتجاهات، أنا مرات أتساءل، وكنت قد استضفت محمد أركون في واحدة من حصصي في أقواس تلفزيونية قديمة جدا، وربما سنحاول أن نشاهد بعض الأرشيف من هذه الحصة إذا سمحت الظروف. فيعني كنت سألت أركون وقتها، هل هو صاحب أفكار أم صاحب مشروع؟ لأنني أشعر بأن أركون ورشة من الأفكار. نعم. كنز من الأفكار، يحفر كما قلت في كل جهة، وهذا الوصف يعني حتى أننا لا نشعر بأن فيه مشروع على طريقة الجابري مثلا، أو على طريقة طيب تيزيني، أو على طريقة أيضا إدوار سعيد في السياسة والفلسفة. أعتقد بأن يعني المسألة مسألة تموقع. أركون يمكن أن نصفه بالمفكر بين التخوم أو على التخوم. فأصحاب المشاريع لاحظوا عندهم نوع من الاستقرار. يعني الجابري مثلا لا نجده يهتم كثيرا بالثقافة الغربية أو بالفكر الغربي. صحيح. هو ناقد أو دارس محلل للتراث الإسلامي، التراث العربي بالتحديد، يعني نعم. حتى الإسلامي فيها خلاف بين الجابري وأركون. ولكن أركون لاحظوا أنه فتح ورشات كما تفضلت، ورشة لنقد الاستشراق، لنقد الإسلامية الكلاسيكية، ورشة لنقد التراث الإسلامي، للسانيات، لنقد الحداثة الغربية. نعم. وصناع الحداثة، يعني حتى هؤلاء الذين تحدثنا وصفناهم بالمرجعيات هم لم يسلموا من مطرقته النقدية، يعني صحيح. حتى فوكو، حتى بورديو، حتى يعني كل الأسماء مرة يستفيد منها، ومرة وهي يعني يناقشها في أفكارها. نعم. أستاذ أحمد دلباني، يعني هذه الفكرة مشروع أم خزانة أفكار بالنسبة لك أركون؟ هو الشيء المؤكد هو أن أركون صاحب مشروع، وهو سمى مشروعه يعني نقد العقل الإسلامي. هذا كان ربما في مرحلة، ولكن تململ أركون هو الذي جعله ماذا؟ يواكب المنجز النقدي والمنهجي في أكثر أشكاله طليعية. نعم. فأركون في الستينيات ليس هو أركون في السبعينيات، وليس هو أركون في الثمانينيات، ولا هو أركون بعد ضربات سبتمبر في نيويورك. تماما. بعد هذه الأحداث دائما كان هو يصغي جيدا إلى لحظته تاريخيا وفكريا ومنهجيا، ويحاول أن يفيد دائما من هذا المنجز الفكري والنقدي في عصره. أركون في الستينيات مثلا اهتم بالأنسنة. لماذا؟ هو أراد أن يسحب البساط أو يختطف حق الكلام من الاستشراق الكلاسيكي الذي كان يتمركز وكان يمثل المركزية الغربية آنذاك. كيف؟ الاستشراق الكلاسيكي كان يعتقد أن الهيومانيسم، النزعة الإنسانية تاريخيا، هي ظاهرة لم تعرفها إلا الحضارة الغربية في القرن الرابع عشر والخامس عشر. صحيح. أركون أراد أن يختطف من الغربيين الكلاسيكيين المستشرقين حق الكلام، وأن يقول لهم هناك انظروا، هناك نزعة إنسانية في القرن الرابع الهجري في بغداد، جيل مسكويه والتوحيدي إلى آخره. هؤلاء مثلوا فعلا طليعة فكرية ونقدية تشربت كل الثقافات وانفتحت على الآخر، ومثلت إسلاما منفتحا. يعني أراد أن يخرجنا من هذا الكليشيه الذي كرسه الآخر عندما
كانت له نظرة إثنوغرافية استعمارية للإسلام على أنه يمثل الجمود والفكر الغيبي إلى آخره. ثم أركون في السبعينيات يؤسس الإسلاميات التطبيقية أيوة. كرد على الإسلاميات الكلاسيكية. يعني دائما كان يتجدد. نعم. هذا هو أركون. ربما مشروعه هو التجدد دائما. نعم. والإصغاء يعني جيد إلى حركة المعرفة. يعني دائما أركون يقول الجملة التالية أو الفكرة التالية بأن الفكر العربي المجتهد والاجتهادي توقف في حدود القرن الخامس الهجري، وبعد ذلك فيه نكسة أو انتكاسة كبرى وكبيرة للعقل الإسلامي، وينطلق من فكرة أساسية وهي المعتزلة. فكأنه يقول بأن سقوط المعتزلة من سيرورة الفكر الاجتهادي أو العقل الاجتهادي العربي جعل نوع من الكارثة الفكرية إذا صح التعبير أو الصدمة الفكرية في تاريخ الفكر العربي. دكتور فاتح، أنت تتبعت هذه الفكرة جيدا في أطروحتك، يعني كيف يمكن أن تبين هذه الفكرة؟ يعني في مقاربة الأفكار الأركونية أعتقد بأنه ينبغي أن نحذر نوعا ما من، لأنه مثل ما تفضل الأستاذ أحمد الباني في مسألة الأنسنة مثلا، هو فعلا هذا الكلام وارد، ولكن ينبغي أن لا يفهم منه السقوط في نوع من الإسقاط، يعني أن يكون مزايدة، نوع من المزايدة على الغرب، نحن أسبق لتبني. فبالنسبة بالعودة للسؤال اللي تفضلت به، أول منطلق ينبغي أن ننطلق من أن أركون يميز بين لحظتين من لحظات المعقولية. لحظة المعقولية القاروسطية ميديفال، ولحظة المعقولية الحداثية. في القرون الوسطى المعتزلة، يعني تقصد بالمعقولية لو ريزونابل ولا لا ريزون؟ يعني العقل، استعمال العقل نعم. ومكانة للعقل. نعم. فوالا الانتليجيبيليتي في القرون الوسطى بالمعايير نتاع القرون الوسطى والمتاح التفكير فيه في القرون الوسطى، المعتزلة كانت تمثل العقلانية، فيها نوع من العقلانية، ولكن ليست العقلانية كما هي الآن. إذن هذه العقلانية فتحت المجال للانفتاح، فتحت مجال للحرية، فتحت مجال للتفكير، للإبداع، فأبدع العقل الإسلامي. الآن المسلمين عرفوا في نظر أركون نوعين أو قطيعتين. القطيعة الأولى مع تراثهم المبدع، لأن أسئلة المعتزلة وغيرها وأسئلة التوحيدي، لأن في النهاية أركون يرجح التوحيدي والجاحظ ومسكويه أكثر من غيره. هذه الأسئلة التي طرحها هؤلاء تم التوقف عن التفكير فيها، فقطيعة بين الفكر الراهن والفكر. والقطيعة الثانية أو الشكل الثاني للقطيعة هي قطيعة الفكر الإسلامي مع الفكر الإنساني ككل. يعني الحداثة بنيت واتضحت معالمها هناك دون أن يسهم فيها العرب والمسلمين بأي شيء. على كل، الدكتور فارح، الأستاذ أحمد دلباني، نتابع معا هذا الفيلم القصير عن شخصية محمد أركون يتحدث عن جملة من القضايا، ونستكملها استئناسا بحديثه وعطفا على حديثه، نستكملها بالنقاش في الموضوعات التي سيطرحها الآن. السؤال الذي ربما يتبادر إلى أذهانكم جميعا هو أن الأستاذ محمد أركون يمثل جيل من الباحثين الذين تموقعوا في أوروبا ويوجهون خطابا عن الإسلام وعن الثقافة العربية. هذا التراث كان محط دراسة المستشرقين قبل، وربما ما زال هناك جيل من المستشرقين يمارس دراسة التراث العربي الإسلامي. ما هي الخصوصية التي يتميز بها باحث عربي إسلامي عن جيل المستشرقين الذين لا يزالون يدرسون هذا التراث؟ خبرتي بالإسلام ومعيشتي
في هذا المجتمع، وخصوصا في زمن الحرب، حرب التحرير الزائدية، كان الاصطدام مع الثقافة الغربية والفكر الغربي يعيشه الجزائري على مستوى فكري مزدوج كما نعلم. وهذه الازدواجية تمكن من طرح الأسئلة على مستوى يختلف اختلافا جذريا، وهذا أشهد به كتجربتي، عن المنطلق الذي نجده عند المستشرقين، ولكن تختلف أيضا عن المنطلق الذي نجده عند الباحثين المسلمين قبل ظاهرة هذا الاحتكاك والاصطدام بين مجتمعاتنا الإسلامية وخاصة المجتمع الجزائري مع الخبرة الفكرية والثقافية لما نسميه الغرب. ومن يحيط بهذه التجربة ويتغذى بها ويأخذها في عين الاعتبار يأتي بمناهج وأسئلة تختلف تماما عما نشاهده في الاستشراق بصفة خاصة، وعما لم نزل نشاهده عند كثير من الباحثين الذين لم يتوغلوا في تلك التجربة الخاصة الاستثنائية التي عشناها نحن في الجزائر، خاصة في زمن حرب التحرير وبعد أيضا حرب التحرير. La France me fait souffrir et m'a toujours fait souffrir. Je ne suis pas le seul, maghrébin en particulier, à vivre cette situation. Parce que la France n'est pas respectueuse de son passé. Elle rejette une partie de son passé comme une sorte de peste qu'elle a eue à un moment donné et dont elle ne veut pas parler. Il n'y a pas d'homme sans langue qui l'enrichit. Je m'enrichis du latin, je m'enrichis du grec, je m'enrichis de l'arabe, je m'enrichis du berbère qui est la langue vernaculaire de toute la population de ce vaste espace depuis Benghazi jusqu'au Maroc, comme je l'ai dit. Effacer les langues et civilisations, quelles qu'elles soient, est un crime contre la dignité de l'homme. Un crime contre la dignité de l'homme. C'est la négation de la dignité de l'homme. Il faut savoir séparer le politique en tant qu'idéologique et le destin des cultures et des langues humaines.